يا صباح الخير. النهاردة هوريكم ازاي تعملوا كيكة الأناناس الروعة دي، بجد طعمها في منتهى الجمال. كيكة كده سهلة، حاجة ترطب كده على قلبنا، ميكس كده 3 طبقات و3 طبقات بجد أحلى من بعض. حلوة جدا كمان بعد الظهر مع كوباية شاي أو فنجان قهوة، بجد طعمها في منتهى الجمال، وخصوصا كمان لما تسقع كده في التلاجة حلوة جدا، لازم تجربوها. يلا بينا على طول نبدأ في الفيديو. أول حاجة كده في كسرولة ضفت كوباية من السكر، انا هكرمل السكر، يعني هنعملها اول طبقة اللي هي هنكرمل السكر، اللي هو الصوص الكراميل. هنا طبعا على نار هادية خالص لغاية ما تبص تلاقي ان ابتدى السكر ان هو هيسيح معاكوا واحدة واحدة. اول ما ياخد اللون اللي هو البني الفاتح ده، خلوا بالكوا ان الكراميل سهل جدا ان هو يتحرق على طول، فنخلي بالنا من النقطة دي. في صينية بقى مقاس 26 وهنصب فيها الكراميل كده وهو سخن. اهم حاجة يكون سخن علشان لو جمد معاكم مش هتقدروا توزعوه في الصينية. هحتاج بقى كمان علبة كده من الأناناس، اللي هو الأناناس ده بيكون متوفر وموجود في أي سوبر ماركت. هنجيبه كده وهنوزع في الأول صوص الكراميل، وبعد كده هنرص حلقات الأناناس بالطريقة دي. هنبتدي بقى نحضر المواد الجافة. هنا معايا 3 كوبايات من الدقيق، ضفت معاهم رشة بسيطة من الملح، يعني ربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من بيكنج باودر، يعني باكو من البيكنج باودر. هنقلب بقى المواد الجافة كده ونركنها على جنب، وابتدي بقى نحضر المواد السايلة. هنا معايا 3 بيضات، طبعا لازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، وضفت معاهم باكو من الفانيليا او ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، وضفت كمان كوباية من السكر. هنا كوباية هي كانت كويسة، يعني ما كانش يعني سكرها كده زيادة. لو حابين سكرها يكون زيادة يعني اكتر من كده، ممكن تضيفوا كمان ربع كوباية او نص كوباية حسب طبعا الذوق. هنضرب بقى كده البيض مع السكر لغاية ما توصلوا بيه للون الفاتح ده. وبعد كده زودت بقى نص كوباية من الحليب ونص كوباية من الزيت، يتفضل طبعا الزيت ما يكونش ليه ريحة. وكمان زودت نص كوباية من عصير او مية الاناناس، بتدي بجد طعم وطراوة جميلة جدا للكيكة. هنقلب بقى كده كل المكونات دي كلها مع بعض، وهنبتدي بقى ننزل بالدقيق شوية بشوية، معلقة كده من الدقيق، ونبتدي نقلب معلقة ونقلب لحد ما نخلص كمية الدقيق كلها. هنشتغل بقى بالفروسة اللي هو المضرب اليدوي، ونبتدي بقى ان احنا نقلب كده لغاية ما نلاقي ان خلاص يعني مفيش اي كتل خالص كده من الدقيق، مفيش اي كتلات خالص. الطريقة دي سهلة وبتخلي معاكم الخليط يكون ناعم خالص كده. خلاص بقى الخليط معايا ناعم زي ما انتوا شايفين، وده القوام المناسب ليه. هناخد بقى الخليط وهنبتدي بقى نصبه فوق الاناناس وصوص الكراميل بالشكل دوت. واهم حاجه بقى نكون مشغلين الفرن قبليها، وندخله على درجه حراره 170، يعني من 170 ل 180 اقصى حاجه، عشان الكيكه تستوي براحتها خالص. هي هتاخد معاكم 40 دقيقه او ممكن 45 دقيقه. واهم حاجه تختبروها كده بخله اسنان، وتختبروها كمان من النص، عشان هو ده المكان الوحيد اللي الكيكه ما بتستويش فيه بسرعه. واول ما تبرد بقى الكيكه خالص نبتدي بقى نقلبها على الناحيه التانية. شايفين قد ايه بجد هي جميله روعه بجد، طعمها في منتهى الجمال. زي ما قلت لكم الميكس كده على بعضه حلو جدا، صوص الكراميل مع الاناناس مع كمان الكيكه هشه وجميله. لازم تجربوها بجد، طعمها حلو جدا. الكيكة دي كمان لما بتتحط في التلاجة وبتسقع وبتتاكل باردة بتكون أحلى كمان، بتكون يعني طعمها أجمل. وبس كده، أتمنى يكون فيديو النهاردة يكون عجبكم. جربوا طريقة كيكة الأناناس بالطريقة دي، وأنا متأكدة إن هي تعجبكم. وبألف هنا على كل اللي هيجرب فيديو النهاردة، وأشوفكم تاني على خير في فيديو جديد، وباي باي.